ازيكم يا شباب؟ عاملين ايه؟ النهارده الفيديو جد حبتين. طبعا الفيديو ده كنت منزل فيديو قبليه، كنت طالب منكم 5 افكار عشان نقدر نطور بيها قناه الجيمنج، وانتوا بسم الله ما شاء الله 95% منكم كتبتوا لي شويه افكار حماسيه وكاتبين لي كمان الخمسه كاملين، والله تشكروا يا شباب. طبعا يا شباب انا لجأت ليكم ان انتوا نمره واحد، انتوا اللي بتدعموا القناه، انتوا اللي بتقفوا جنب الواحد، انتوا اللي طبعا بتحمسوه اللي هو يقدر يكمل وكده. وطبعا في نفس الوقت الحاجه المهمه جدا اللي انتوا مشتركين عند 100,000 يوتيوبر، فعندكم خبره عني عندكم خبره عني لان بتتفرجوا على كذا واحد وبتعرفوا تقارنوا صح يعني انتوا لو واحد منكم فتح قناه هيجيب في يوم واحد بس مليون مشترك. طبعا يا شباب طبعا ممكن تقول دي التصفيات، يعني الاحصائيات او النهائيات اللي انا وصلتها. حاولت اقرا تعليق 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 واجمع الكلام المشترك ما بينكم بحيث احط 5 نقط زي ما انا طلبت منكم 5 افكار وما لخبطش دماغكم. طبعا يا شباب هنقولهم بالترتيب 1 2 3 4، والهدف من كده ان احنا نحسن من القناه ونطورها. طبعا نمره 1 هم 5 مش 4. طبعا نمره 1 اول حاجه كتير طلبوا مني اجيب بلاي ستيشن، تمام؟ دي نمره 1 باذن الله. طبعا يا شباب دي في الفتره اللي جايه باذن الله، تمام؟ كل الحاجات دي باذن الله في الفتره الجايه هتلاقوا الحاجات دي ان شاء الله هبدا اشتغل عليها. نمره 2 طلبتوا مني بس مباشر رغم اللي عندي النت زباله وانتوا عارفين كده، بس ما علينا ماشي. طبعا الناس انا ملاحظ فيكم ان انتوا مش مشكله، اعمل بس وخلاص. المهم هنعمل بس شباب. طبعا نمره 3 قلت لي كذا تعليق كذا تعليق منكم والله، قلت له العب مع يوتيوبر وحاول تشغل التيم سبيك. طبعا الاثنين دول باذن الله هتشوفوهم في الفتره اللي جايه. نمره 4 طلبتوا مني مونتاج واعلي الجوده واحط عناوين واظبط الصور، بس انا في الفتره الاخيره دي بدات اعمل الكلام ده. طبعا لو في حاجه غلطت فيها يا ريت شباب تكتبوا لي برده لو انا بغلط او حاجه، لان انا بشر بني ادم والله فاعذروني، ممكن اعمل حاجه غلط فانتوا توضحوا لي ايه اللي بغلط فيها وكده. وبالنسبه للمونتاج لان في حجم الفيديو يبقى كبير، المهم مش هحكي قصص. المهم باذن الله برده النقطه الرابعه دي باذن الله هبدا اعملها. رقم 5 طبعا طلبتوا مني تغيير الخلفيه، يعني اغير الخلفيه اللي ورايا دي، يعني ابدا اتحرك في مكان تاني او احط الكاميرا مثلا في جنب تاني او في زاويه تانيه، ماشي مش مشكله ان شاء الله. طبعا الفتره اللي جايه برده مش هعيد نفس الكلمه. قلت له غير الخلفيه ومثلا. وطبعا في تعليق عجبني جدا انا احط مثلا افضل 10 تعليقات او افضل 5 تعليقات في اول الفيديو، فدي حاجه كويسه جدا. طبعا دي ممتازه والله، فلقيت التعليق كويس جدا هحطه فعلا في اول الفيديو، هتبقى حاجه حماسيه جدا والله. واغير بيقول لي طبعا في ناس طلبت مني اغير صوره القناه، حاضر بس عايزين بقى نتحمس كده نوصل لل100 يا معلم، هنعمل بقى تغييرات جذريه. طبعا يا شباب باذن الله هغير الصوره بتاعت القناه. وطبعا في ناس طبعا خلاص انا كده خلصت الخمس حاجات اللي هم بلاي ستيشن بس مباشر، العب مع يوتيوبر واشغل التيم سبيك واعمل مونتاج واعلي الجوده واحط العناوين واظبط الصور. بعد كده نمره 5 لو اغير الخلفيه ومثلا واحط افضل التعليقات في الاول في بدايه الفيديو او في اخره. طبعا دول ال5 خلصنا منهم. طبعا في حاجات بس بسيطه بس ناقص اقول عليها حاجات خفيفه كده. طبعا في ناس بتقول المفروض تبقى محترف في اللعبه او كده، انا مش بلعب لعبه واحده، اللي بيبقى محترف ده بيلعب لعبه واحده بس. وانا بيني وبينك انت بتقعد تلعب لعبه واحده ما بتزهقش، انا بزهق والله وبمل. فانا لو هفضل مستمر على لعبه واحده ممكن اتعصب والله. يعني انا شفت يوتيوبر كان بيكسر كراسي يا جدعان انتوا عايزين ايه تاني؟ طبعا لما يجي يلعب لعبه واحده او لعبتين ممكن انا اتجنن، لان ساعات اللعبه بتعصلك معايا تبقى مقرفه فعلا ما بتعرفش تعديها نهائي. لازم اكون منوع في القناه، لان انا شخصيا هتعب نفسيا وانا مش حابب كده يا شباب. انا بحب اعمل الحاجه اللي انا بحبها، فانتوا اعذروني لو هتشوفوا واحد محترف، لا انسى، انت جاي هنا القناه عشان تشوف واحد لعبه متوسط ويضحكك، يعني الاثنين ان شاء الله. وعلى قد ما اقدر بحاول باذن الله انزل حاجات برضو مضحكه شويه او مضحكه، يعني قد ما اقدر احاول اضحكك طبعا. بس تشوف واحد محترف لا والله اعذرني، ممكن تشوف باي قناه تانية تشوف واحد بيلعب لعبه واحده او اللعبه اللي انت بتحبها او اللعبتين ويكون محترف هو كمان او يكون مستواه احسن مني. طبعا في برضو الطلب تاني بيقول لي ركز على 3 العاب، اركز على 3 العاب مثلا العب لعبه ماينكرافت، العب لعبه رينبو، والعب لعبه تانية كمان جنبيهم. طبعا يا شباب انا التركيز ده صعب، التركيز ده صعب لان هتوصل بعد كده لمرحله احترافيه، بعد كده هيطلب منك طلبات اكبر من كده. حاول تنوع، حاول تحط مود، حط هتلاقي نفسك خلاص اللعبه جابت اخرها، هتبقى ممله وبعد كده قناتك هتبدا بالتدريج تموت حتى لو وصلت 3 مليون مشترك. فانا مش عايز ايه يا ابني واحد بيزف عروسه ده ولا ايه؟ طبعا يا شباب انا مش عايز اوصل لاعلى حاجه بعد كده اجي القناه متدمره كلها زي ما حصلت مع بعض الناس مش كلهم طبعا. بيقول لي نزل ركز على 3 العاب عشان اللي هي بتجيب مشاهدات، يعني انت تركز على اللعبه اللي بتجيب مشاهدات. لا احنا ممكن لو لعبنا لعبه وحبينا ممكن نعمل لها سلسله مثلا زي لعبه رافت، انتوا طلبتوا مني كتير لعبه راست فانا هنزلها ونعمل سلسله ونشوف الدعم فيها، لو على اساسه كده نستمر، لو ما فيش دعم هضطر اوقفها.
طبعا في تعليق برضو عجبني بيقول لي يعني اقفل القناه الثانيه ونزل فلوجات في القناه دي وتحديات وكده. طبعا يا شباب القناه الثانيه كده كده انا مش هقفلها، هسيبها. وانا عايز برضو من تعليقاتكم ايه رايكم، اسيبها ولا افضل شغال عليها؟ بس انا شايف الافضل من التعليق ده اللي عجبني جدا، قال لي اقفل القناه ونزل هنا فلوجات وتحديات وكده، والقناه الثانيه هسيبها احتياطيه. اقفلها ليه؟ خليها احتياطيه بحيث لو لا قدر الله حصل حاجه لقناه الجيمنج كده كده القناه بتاعت الفلوجات والتحديات موجوده، يعني في قناه تانية احتياطيه فممكن نخليها احتياطيه. فانتوا اكتبوا لي في التعليقات صح كده ولا في حاجه غلط. طبعا الحاجه الاخيره اللي ريقي نشف عليها والله هي الجيف اواي. انا مش عارف انا ايه حكايه الجيف اواي، والله تعبت. يعني اخر مره شباب بتوع شهر 2 كسبوا، في ناس كتير كسبت الخمسه، وكتبت اعلنت عن اسامي الفائزين وبعت لهم والله اللعبه على كل واحد على ايميله. مش عايز ياخدها، انا من مكسوف ولا محروق وكاتب ايميله صح، وبعت له رساله مره واثنين وثلاثه. فانا شباب بصوا الجيف اواي ده مش هعمله بالطريقه دي نهائي، لان الناس بعت لها 5 مفيش ولا واحد فتح بيهم الايميل ياخد منهم اللعبه. مش فاهم هو خايف ياخد اللعبه. طبعا شايف انا افضل حاجه هعملها هعمل جيف اواي. هو دلوقتي في جيف اواي شغال حاليا تمام، طبعا من غير وقت ولا اي حاجه، كل شهر في جيف اواي. هختار 5. هتقولي طب هتختارهم منين؟ هختارهم من التعليقات. طبعا في ناس بعضكم بيكتب تعليقات كويسه جدا والله ببعت له جيف اواي. فطبعا انا شايف اللي هيكتب تعليق كويس، مش لازم كل مره تكتب تعليق، بس انا بشوف الناس اللي فعلا بتكتب تعليقات كويسه او مثلا على فترات مختلفه بتكتب تعليق كويس، باجي مختاره مثلا اختيار عشوائي واجي اعطيله اقول له اكتب لي الايميل بتاعه واجي ابعت له بعد كده جيف اواي. فانتوا ايه رايكم؟ لو انتوا عايزين جيف اواي بطريقه مختلفه يا ريت تكتبوا لي برده في التعليقات بحيث برده نقدر نحسن من الموضوع ده. وانتوا ايه رايكم يا شباب؟ دي طبعا التعليقات 90% اللي جات لي اللي انتوا كنتوا كاتبينها 95%. طبعا دي انا قعدت افرزها والله وقعدت افكر فيها واقعد اخد وقتي زي ما انا عايز عشان اعرف كده اطلع بقرار مظبوط. فيا ريت تكتبوا لي في التعليقات ايه رايكم في اللي احنا وصلنا له، ال5 اللي قلت لكم عليهم. لو في اضافه يا ريت تكتبوا لي في التعليقات عشان نقدر باذن الله في الايام اللي جايه او في الفتره اللي جايه نبدا نطور القناه. واشوفكم المره الجايه مع فيديو جديد مع يوتيوب جيمنج. يلا سلام.